هذا الهدف الافتتاحي للبيتيس يعطي متعة للقاء من خورخي مولينا في أول أهدافه بالكوبا بالري، ولكن لا يغير واقع ووقائع التأهيلات التي نرى فيها بل مؤكد فيها البعض بامتياز فريق الأرض ونادي الجمهور. البيتيس عن طريق مولينا على مستوى القائم الأول يستثمر أول مخالفة وكرة عرضية لمولينا في المرة الثانية. إذا هدف الدقيقة الثانية وهدف بالسابعة في 5 دقائق. البارسا يقبل مرتين، ياكل هدفين، يتأخر ب2، والنتيجة حاليا 5-2 في رواق الصراع من أجل السيمي فاينل. نعم المنطق يقول البارسا مر الفريق اللي يربح بال4 وال5 في آخر شهرين باستمرارية الكارتون أو النتائج. رجعت ألعب في الواقع، رجعت ليحترم المنافسين، ولما البارسا يحترم الخصوم فإنه الوضع يتغير. التهديدات من المدرب بعد تهديد أكبر من بيتيس بأنه ممكن تكون اليوم كارثة بالنسبة للبارسا ونتيجة تاريخية للبارسا، ولكن الفريق الكتالوني لا يقبل الهدف الثالث في جزء أول ثم في الجزء الثاني يستعيد. ومما سبقه وفي وقت التذكار للسابقين وفي وقت الحديث عن الرواد يا أرزو نتكلم لمستقبل كله شمس مشرقة لإشبيليا. البيتس بخطة وهدية، كرة ترجع من جابرييل غير موفق بالمرة مثل بقية الزملاء، والهدف الثالث عن طريق أرزو.